صباحك مليان بالنور المشرق اللي بيتزايد للنهار الكامل. حق وإعلان من كلمة الله. مرات كتيرة بنبقى في حالة نفسية أو في وضع معين، ممكن تكون مأسور، يعني مش ملك نفسك ولا قادر تاخد قرار من نفسك، أو تكون في الظلام، يعني مش قادر تخرج منه، مش قادر تواجه، مش قادر تقف قدام الرب. في كلام خاص جدا ليك في أشعياء وأصح 49 وعدد 9 قائلا: للأسرى اخرجوا، للذين في الظلام اظهروا. الرب بيكلمك كلام خاص. لو انت في الأسر ومش ملك نفسك وحاسس انك مش في مكانك ومش في حالتك ومش قادر تاخد اي قرار من نفسك، او كمان حاسس انك في الظلام، في ظلام مشكلة مش لاقي ليها حل، او في ظلام ليل مليان بالدموع والبكا، الرب بيقولك جاء الميعاد، اخرج من الأسر. ولو انت في الظلام اظهر قدامي، اقف قدامي، بص لفوق، شوفني وانا هخرجك من كل ظلام. عارف ليه؟ لاني انا واخد دعوة لكده وليك انت. في أشعياء 42 وعدد 7 بيقول الكتاب بكلمات النبوة عن الرب يسوع: لتفتح عيون العمي، لتخرج من الحبس المأسورين، من بيت السجن الجالسين في الظلمة. أيوة، هيفتح عيون العمي. أيوة، يخرجك من كل حبس. أيوة، يخرجك من كل بيت سجن، ويخرجك من كل الظلمة. يلا بينا نصدق كلمة الرب، يلا بينا نعلن كلمة الرب. يلا النهاردة ناخد خطوة إيجابية، أخرج من كل أسر، أظهر من كل ظلام، لأن قد جاء الميعاد. اليوم الرب بيعلن ليك وليكي أختي العزيزة. صدق، تشجع، خد خطوات ثابتة في هذا الصباح. وفي أصحاح 42 وعدد 22 بيتكلم على نوعين من الناس، يمكن سمعوا ويمكن عرفوا، لكن في ناس قالت رد، وفي ناس كملت في اللي هي فيه. بتقول كلمة الله: ولكنه شعب منهوب ومسلوب، في بيوت الحبوس اختبأوا، صاروا نهبا ولا منقذ، وسلبا وليس من يقول رد. لو انت مختبئ في بيوت الحبوس، لو انت حسيت بنهب وسلب على حياتك الوقت اللي فات، لو انت حاسس ان مفيش منقذ، اصرخ في هذا الصباح وقول له رد. اصل هو اعلن هذا الاعلان وبيقول لك كده: انا جيت وجاي وتملي بفتح عيون العمي، اخرج من الحبس المأسورين، من بيت السجن الجالسين في الظلمة. ما تكملش في الظلمة تاني. عند المساء يبيت البكاء، وفي هذا الصباح اعلن ان في ترنم لحياتك. هللويا.